هذه الشيلة كتب كلماتها الشاعر صلاح الفقيه، وهي شكرا وتقدير من الشعب اليمني إلى الأخ السعودي الوفي سعد الغرمول، والذي وقف إلى جانب الطفل اليمني اليتيم صقر اليماني في المملكة العربية السعودية. أداء المنشد زيد الصعفاني أبو حارث. قال الأخ صلاح الفقيه بشرح جرح في خافقي، قصة صقر طفل نقي متغرب بدولة سعود، قصة أبكت المجتمع وكل إنسان منها دمع، قصة طفل فيها رجاع متهرب وعبر الحدود، قصة كأنها معركة وقعت داخل المملكة، ما هي كذب أو فبركة، قصة صقر تهز الحياة. الطفل الصغير اليتيم هو مجهول ما هو مقيم، قرار في كم من عديم من أجل الطمع والنقاء، خلوا صقر مسكين يدوس يتسول ويجمع فلوس، حولهم ضعاف النفوس ما يعمل عملهم يهوس، والشخص الوفي والنبيل شافه وندموعه تسيل، قال من وين أنت يا الأصيل خفف وجعتك والنهار، وش اسمك وين السكن؟ قال له صقر من أرض اليمن، أمي غارقة بالحزن تعبانة وفيها العمود، يا صقر كف دمع الحزن ما ترجع لأرض اليمن، خف الحزن خف الشجن، يا صقر لليمن بتعود، سخر ربنا للغلام الشخص الوفي والهمام، سعد الجيد ابن الكرام